في وقت كده بيعدي علينا بنحس فيه إن كل الناس بتجري ورا النجاح وبتحاول تثبت نفسها، وبنلاقي نفسنا واحد من الناس دي، أنا وأنت. ولكن نسينا نسأل نفسنا أهم سؤال، واللي ممكن يكون سبب في تحديد مصيرنا كله: إزاي أوازن ما بين الدين والدنيا من غير ما نضيع هنا ولا هناك؟ السلام عليكم. بص يا صاحبي، إحنا كشباب دايما عندنا حلم إن إحنا ننجح في أي حاجة جديدة بنبدأها، سواء في الشغل أو في الكلية أو حتى لو نزلنا الجيم بيبقى عندنا حلم إن إحنا نعمل فورمة من أول يوم. ولكن بيجيلنا إحساس دايما: أنا مش عارف أوازن ما بين الدين والدنيا، أو لو نجحت في الدنيا هنسى الدين، ولو نجحت في الدين هنسى الدنيا. خليني أسألك سؤال: هل ده اللي ربنا عايزه مننا؟ يعني ربنا عايزنا ننجح في حاجة وننسى الحاجة التانية خالص؟ لا، ما اظنش، لان ربنا خلقنا في الدنيا هنا عشان نزرع لاخرتنا. اي حاجه انت بتعملها في الدنيا هنا ممكن تحولها لعباده وتنجح فيها دنيا واخره، بمجرد انك انت تحط نيه. كنت بسمع درس للشيخ امجد سمير من كام يوم، وكان بيتكلم فيه عن عقليه النتائج، وان انت كانسان مش مطالب بالنتيجه، ولكن مطالب انك انت تسعى حتى لو مش هتلاقي نتيجه. النتيجه دي بتاعت ربنا. طيب، ذكر حديث الفسيله. حديث الفسيله اللي هو: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. في القيامة بتقوم خلاص، واللحظات الأخيرة، وفي إيدك حتة نبتة صغيرة، مطالب منك إنك أنت تمسكها وتزرعها في الأرض، وده عمل دنيا. لا الزرعة هتلحق تكبر وحد يستفيد منها، ولا أنت مستفيد منها بأي حاجة، ولكن أنت عملت اللي عليك والنتيجة دي بتاعت ربنا، وده عمل دنيا. دايما كان بيجي لي أنا كمان برضو السؤال ده، وما كنتش عارف أظبط المعادلة دي. طيب المعادلة دي هتتظبط ازاي؟ معادلة التوازن اللي ما بين الدين والدنيا دي هتتظبط ازاي؟ هتتظبط بحاجتين: انه من يتقي ويصبر. ايوه، انا ما فهمتش حاجة، يعني ايه انه من يتقي ويصبر؟ هقول لك: التقوى هتخليك يتقي، التقوى هتخليك تصبر على امر دينك وتستمر فيه، والصبر هيخليك تستمر في امر دنياك لحد ما تشوف نتيجته. الحاجتين دول هيحققوا التوازن الحقيقي اللي كلنا بندور عليه. المهم، انا قفلت تصوير علشان الفجر اذن، فانا هنزل اصلي، وبعد الصلاة هقول لكم يعني ايه تقوى. المهم، لو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفاعل مع الفيديو بلايك، علشان انا فيديوهاتي بدات تقع، والقناه انا عارف ان انا مقصر فيها، ولكن والله غصب عني علشان الدراسه، فخليكم معايا. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. والله اني حصل معايا موقف عجيب وغريب. انا نازل، انا عاده بحب اصور قبل الفجر، ولكن صليت الفجر دلوقتي، وبعد ما صليت وانا بتكلم عن موضوع التقوى، وسبحان الله بعد ما خلصت الصلاه قعدت سمعت الدرس. الشيخ اللي كان بيصلي كان بيتكلم عن موضوع التقوى، واتكلم فيه بتعمق جدا لدرجه ان انا سجلت له، ولكن عجيب سبحان الله. ولكن اللي انا كنت محضره ان سيدنا عمر بن الخطاب سال الصحابي ابي بن كعب، قال له، يعني قال له: ايه معنى التقوى؟ فسيدنا ابي بن كعب قال له: يا امير المؤمنين، هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: جمعت ثيابي واحتطت، يعني جمعت هدومي كده وخدت بالي انا ماشي فين. ده اللي انا كنت محضره، يعني ده اللي انا كنت محضره، بس هو اتكلم بتعمق اكتر جدا مني. فقال: جمعت ثيابي واحتطت. قال: فذلك التقوى. يعني ايه بقى التقوى؟ انك انت تبقى ماشي في الدنيا عامل حساب للخطوه اللي انت بتاخدها في الدنيا. الخطوه دي اللي انا باخدها في الدنيا دي ترضي ربنا ولا ما ترضوش؟ يعني دايما تبقى ماشي كده في طريق الحياه وانت بتسال ربنا: اللي انا هعمله ده هيرضي ربنا ولا لا؟ بتستشعر نظر ربنا ليك في كل حاجه انت بتعملها. بتعمل الغلط وخايف منه، وبتاخد الخطوه الصح حتى لو فيها تعب وفيها مشقه عليك جدا، وبتراعي ربنا في كل حاجه انت بتعملها. المهم انا اتكلمت معاه
اتكلمت معاه ان انا ممكن انا وهو نعمل فيديو يكون بيتكلم فيه في كذا موضوع يهم الشباب بتعمق اكتر، وان شاء الله هينزل قريب لما نظبطه، يعني لما نتقابل ونعمله وينزل. فان شاء الله انتظروا حاجه قويه باذن الله. وهحاول برضه انزل الكلمه بتاعته في فيديو تاني لوحدها. فانا مصدوم بجد والله حقيقي مصدوم، لان كل ده انا ما كنتش محضر ان انا اتكلم فيه. انا عاده بحب اكون منظم كده حالي وعارف انا هتكلم في ايه وهقول ايه ومش هقول ايه، ولكن سبحان الله. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. عايز اسالك سؤال بيني وبينك كده، علشان الفيديو شكله هيطول مني واحنا ما بقيناش بنكمل الفيديوهات الطويله للاخر. عايز اسالك سؤال بيني وبينك، قد ايه يعني انت شايف نفسك فين من التقوى دي؟ يعني بتحس انك بتفكر في ربنا قبل ما تاخد قرار او تعمل حاجه؟ خلينا نجاوب في الكومنتات وخلينا نشارك اجاباتنا مع بعض ونجاوب بصدق، لان احنا لما بنصدق في ربنا في الحاجه اللي احنا بنعملها ربنا بيرشدنا وبيدلنا على الطريق الصح. ومن اجمل الامثله على التقوى قصه سيدنا يوسف. قصه سيدنا يوسف لما تعرض لفتنه امراه العزيز وقال معاذ الله، اختار التقوى واتسجن بسببها. الناس ممكن تشوف حاجه زي كده خساره، بس اللي فاهم الآية دي صح، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، عارف إن ربنا عمره ما هيضيع أجر حد اختار رضاه. وفعلا قد كان بعد ما اتسجن بعد ما اتسجن وصبر ربنا جزاه، بعد التقوى والصبر ربنا جزاه وبقى عزيز مصر. يعني حتى لو التقوى وجعتك في الأول ما تيأسش، كمل، لأن كده كده دايما النتيجة هتكون في صفك أنت. من الحاجات اللي انا مش عارف اتقي ربنا فيها ولا استمر عليها هي الجيم. لو في مدرب اونلاين حابب يتطوع ويجي يمرني يبقى كتر خير والله. طيب علشان كل الفيديوهات اللي اتصورت دي كانت من يوم الاحد والنهارده الخميس، فحقكم على التاخير ده، بس خلينا نكون واقعيين شويه. كلنا بنعاني وانا اولكم. الدنيا بتشغلنا والمغريات حوالينا في كل مكان، والصحبه ممكن تكون سبب انها تبعدنا عن ربنا، واغلبنا مش متعلم دينه صح، او حتى لو فكر ان هو يتعلم مش عارف يبدا منين. فنعمل ايه علشان نوصل لمرحله التقوى دي او علشان نبقى من المتقين؟ هقول لك الجواب كله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. يعني برضو اعمل ايه؟ ما مش فاهم. يعني تذاكر، تشتغل، او حتى انك انت تتمرن، تراعي ربنا وكانه شايفك في اللحظه اللي انت بتعمل فيها اي حاجه بتعملها، تراعي نظره ربنا ليك. يعني حاول انك انت تغض بصرك وتحفظ لسانك وتسامح الناس وتخليك رحيم بيهم. وهقول لك على حاجه، حاول تسال نفسك سؤال قبل ما تنام: هل انا النهارده كنت قريب من ربنا ولا بعيد؟ هل انا النهارده استشعرت نظره ربنا ليا ولا لا؟ حاول يكون عندك صحبه صالحه، وارجع اقرا قران لان القران بيحيي القلب. كل دي خطوات مش لازم كلها تتعمل كلها مره واحده، ولكن ممكن خطوه واحده بس تبني فيك قلب تقي. طيب ممكن حد يجي يسالني هل انا هستفاد ايه لما اكون تقي؟ انا ما قدرتش اجمع لك كل الحاجات اللي ربنا وعدك بيها، ولكن دي حاجه بس مختصره: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني عمرك ما هتتحط في أزمة من غير حل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يعني عمرك ما هتكون في حاجة صعبة عليك وربنا هيسرها عليك. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. ربنا مش بس هيكفر سيئاتك، لا ده هيعظم أجرك كمان. والأجمل من ده كله: إن الله يحب المتقين. تخيل ربنا يحب وينادي ربنا في جبريل: إن الله يحب فلان، فيحب أهل الأرض وأهل السماء. فربنا يخلي عندك قبول أي حد يشوفك كده. في ناس لما بنشوفهم بنرتاح لهم، ده قبول من عند ربنا. فتخيل بقى انك انت تبقى واحد من الناس دي. طيب في ناس بقى على العكس تيجي تقول لك: طب ما انا يا عم مش متقي والدنيا ماشيه معايا وزي الفل اهو. دول رد عليهم، ربنا رد عليهم وقال لهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ادينا لهم كل حاجه. وبعدين حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. الموضوع مش سعاده مؤقته، دي غفله ربنا يكشفها عنك في لحظه انت مش متخيلها. ففي الاخر التقوى مش مجرد كلمه، ولكن اللي بيعيش تقي بيكسب دنيا واخره. فلو عايز تبدا من النهارده حاول تاخد خطوه واحده بس، سيب ذنب، حاول تستمر على طاعه، المهم ان انت تبدا. وربنا يجعلنا واياكم من المتقين. كلنا بنحاول ولكن ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. المهم حاول تاخد خطوه النهارده واكتب لي في الكومنتات ايه اللي انت عملته علشان
تبدأ على الطريق. سلام.